ولا محتاج عشان منافقين. بدل الناس يدور لكم مشاكل في اب علشان ياكلوا من ظهوركم. هذه الرساله يجب ان تكون واضحه وضوح الشمس. يحرق من يحرق ويغرق من يغرق. اقسم بالله انهم بيقاتلوا مقاتله في صنعاء من يتعين فيهم بدون راتب. ليش؟ الزياده العطاء، البلطجه، البطاح، السلكمه، ليش بالسلكم؟ في خير الله اعطاك ملايين الدولارات وبتدور واحد من جحر الحمار الداخلي يجي يخزن عندك يعني بسيارته ولا بالشخص ولا بالحبه والربع علشان تصوره من الطاقه وترسل في الجروبات انه جاء عندك المجرم الفلاني. من هو ابوه المجرم الفلاني؟ من هو جد ابوه؟ مجرم. من هو ابوه؟ انت فلان وهو فلان. اطرح نفسه في المكان اللي تستحقه، لا تندعس شيء ولا تطرح لابوه. من جاء خزن عندك وضيع فوق عيني وراسي؟ ما جاء شيء بحداتي وحدات ابوي يصير وخزيمه. لا تطرحوا انفسكم، صاحبكم اذا طرحتوه والله ما حد تستاهلوا عيب الصف. تنظموا قانون، خيموا تفندقوا، اجلسوا، لا ترفعوا مهما جاء مهما سار. عبد الواحد صلاح، عبد الواحد جدتي، من ما جاء لا ترفعوا. صاحبكم اذا راحت هذه القضيه والله لا يكثرون بيجيكم. انا لست هنا محرضا، كلمه حق يجب ان تقال. في استهتار لاصحاب اب ليس له مثيل، وانتم عارفين وانا عارف. لو هذا الشيخ مثل المنطقه ثانيه انتم عارفين بس اصحاب اب يعني مسالمين زياده عن اللازم، لكن ويصدقوا ناس طيبين. اي واحد من المسؤولين لهذا 4-5 سيارات طرابيل و10 اشخاص يعني من الملاكين، وهذا جنبيتي وبوجهي وهي عاد اصحاب بعدها ليستشهدوا الثلاثه قبل شهرين لحد الان. خلاص انتهت القضيه. القضيه يجب ان تكون على الواقع مش على المواقع، مش انه نشاط اعلامي وصحفي وهبوا ومدري ايش ودوامل وفيسبوك وتبدو الدنيا بعد اسبوع. يجب ان يكون العمل على الواقع اكثر من المواقع على الارض. عامل طالب بدور لي فيسبوك ولا بدور لي مشهور حكى، من تحكى ولا عمرو ولا تحكى؟ وينه فلان؟ وينه فلانه؟ ليش ما تحكى النشر الفلاني؟ ليش حكى؟ هذا دم وما شو عرس ولا اي ثانيه، لكن شيء تستهبلوا بانفسكم وتنقصوا بانفسكم وتخلوا الناس. ليش ما تحكى المشهور الفلاني؟ ليش ما تحكى النشر الفلانيه على قضيه الشيخ صادق؟ ما انت بحاجه ابوه، الرجال تحكى على الارض، البنات تحكى على الارض. خيموا واجلسوا. او لا تحكى المشهور الفلانيه ولا الممثل ولا المشهور، خلاص روحتوا دم الشيء. احنا كيف تقدروا انفسكم؟ كيف تقدروا صاحبكم؟ انا مع انه يسلم الرجال هذا وجميع افراد يعني من اشتركوا في الجريمه هذا الشنعه والبلطجيه، وان يحاكموا محاكم علنيه يستصحكم الله فيهم. ما لم فقد اعطيتوا الجماعه مبرر، اعطيتوا الجماعه مبرر ما يستوعبوا بصاحبهم. ما في الا حل واحد، لا ثالث لهما، اما ان الدوله تعدم القاتل واما ان القبيلي يعدم القاتل، واحده من الاثنين. اما انكم تقتلوا صاحبهم وتكتبوا الجماعه يقولوا شكرا لكم عن راعي ان شاء الله لما ينزل المهجر من تطريق تص، هذا بلطجه واستهتار برواح الناس ودماء الناس. يقتلوا الرجل ب3 طلقه 10 اشخاص والان شو تثبت تهمه عليه؟ لهما ما في تهمه، حرام طلاق انه بريء وما ينتقص ما يعدم هذا صاحبكم الامير. يكون امير يكون حتى ولد رسول الله راسا قاتل يقتل صلاه على رسول. لا تبرحوا المكان ولا تفلتوا ولا تروحوا ولا